السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي. النهارده ان شاء الله فيديو جديد. هنعمل النهارده كده اكله حلوه سريعه جدا. مش هتاخد منك اي وقت خالص. مكوناتها ان شاء الله باذن الله تلاقيها عندك موجوده متوفره في بيتك. النهارده بقى هنعمل كده ايه اكله حلوه قوي. بصوا سهله جدا. اول حاجه انا عملتها جبت كده حله حطيت فيها ميه على النار. تمام. سبتها بقى ايه على النار، يعني الميه لما تغلي بقى ايه نشوف هنعمل ايه. وبعد كده رحت جبت بقى ايه كده عندي كده. بصوا صدق في الفريزر. انا كنت محتاره بيني وبينكم اعمل لهم ايه النهارده. هنعمل النهارده كده ايه مكرونه بالصدق. بس ايه بقى ما اقولكوش حكايه بجد حكايه. جربوها واعملوها زي ما انا هقول لكم كده بالظبط. ان شاء الله تعجبكم وتعملوها على طول كتغيير برضو ايه. يعني في البيت وكده. انا عندي الولاد حبوها الصراحه، وكل ما اقول لهم اعمل لهم مكرونه او حاجه يقولوا لي اعملها بالصدق. انا كان عندي كده ايه طبق صدق كده في الفريزر، طلعته فك شويه معايا. ورحت جايباه كده تقطعيه حتت صغيره كده ايه. مش صغيره قوي ومش كبيره قوي. ماشي. بس تروحي مقطعاه وتحضري بقى بقيه الحاجه. بصوا طريقه سهله ما فيهاش اي حاجه. ممكن تستخدمي مكرونه اي نوع. تمام. انا هنا هستخدم النهارده يعني نوع الاسباجيتي. لو انت حابه تغيري وتستخدمي اي نوع تاني عندك متوفر عندك في البيت مفيش اي مشكله. هقطع كده الصدق كده زي ما انتم شايفين الكميه كلها اللي معايا. طبعا مش هقول لكم يعني طبعا زي ما متعودين كل مره. لو اول مره بتنوريني في قناتي وبتشرفيني طبعا وجودك يشرفني ويهمني طبعا في قناتي. ولو مش مشتركه معايا يا ريت تشتركي من كلمه اشتراك اللي هي تحت الفيديو على طول دي. اضغطي عليها واختاري كلمه الكل منها عشان يوصل لك كل فيديو اعمله. كل اي حاجه توصل لك يعني. تقولي رايك فيها ايه في الكومنتات. طبعا انا بتمنى تكونوا دايما منوريني، وبحب اقرا طبعا تعليقاتكم كلها. طبعا بستفاد منها طبعا. لو اي حد بيقول لي اي حاجه طبعا على عيني وعلى راسي طبعا. ربنا يكرمكم كده ويديمكم في حياتي دايما. هنا انا قطعت صدق خلاص زي ما انتم شفتوا كده، ورجعت طبعا للميه اللي انا حطاها في الحله على النار. طبعا غليت خلاص. هحط معاها معلقه زيت بسيطه. تمام. وبحط معلقه ملح صغيره. تمام. الزيت عشان ما يخليش المكرونه تعجن معاكي. عشان في ناس كانت بتقولك الزيت لا لا هي ما تخليكيش تعجن. يعني لو انت حطيتيها مثلا ما تخليهاش بقى تعجن الاسباجيتي مثلا مع بعضه كده يعجن كده لا. تمام. انا هنا زي ما قلت لكم هستخدم الاسباجيتي. ممكن انت تستخدمي اي نوع براحتك خالص. ممكن تستخدمي عقل اقلام مفيش مشكله اللي انت متاحه عندك في البيت. انا كان متاحه عندي الاسباجيتي وكمان اكتر مكرونه او نوع مكرونه بيحبوها عندي الولاد الاسباجيتي. كل ما اقول لهم اعمل لكم ايه مكرونه هعمل مكرونه ايه رايكم اعمل نوع ايه يقولوا لي سباكيتي. فهم الصراحه عندي بيعشقوها يعني بيحبوها قوي. فدايما بتبقى ممكن ايه متوفره عندي. بس لو مش متوفره بستخدم اي حاجه تانية. يعني تنفع قصدي بالاقلام باي نوع. خلاص هسيبها كده بقى ايه تتسلق. مش هتاخد يعني 7 8 دقايق وارجع كده ايه اكمل ايه بقيه الحاجه اللي انا ايه هعملها مع الوصفه بتاعتنا. طبعا الصدوق زي ما قلت لكم خلاص اتقطع وخلاص حطيته في طبق على جنب. هجيب كده معايا كام طماطمايه طماطمتين 3 ما تكتريش. وبرده كده ايه قرن الفلفل اللي هو ايه مكبي ده. لو حابه تستخدمي واحد حامي مفيش مشكله. بس انا هنا عندي مش بيحبوا الحاجه الحاميه قوي اوفر. فانا بستخدم عادي الرومي العادي الاخضر. هجيبه كده اقطعه حتت صغيره طبعا. والطماطم نفس الحكايه برضو هقطعها حتت صغيره عشان اعملها مع الصدوق. تمام. بصوا يعني اكله حلوه قوي. ما فيهاش اي حاجه. بصوا ولا لحد دلوقتي كده احنا تمام. مش هتاخد منك وقت خالص. كتغيير كمان من انواع المكرونات وكلها هتعمليها كده ايه في صينيه في واحده او في قالب واحد. يعني مش هتعملي مواعين كتير ولا حاجه. طبعا الجو حر وكده ومش حابين نقف في المطبخ كتير بيني وبينكم يعني. انا كواحده من الامهات برضو مش عايزه اقف في المطبخ كتير. بس في نفس الوقت لازم طبعا نعمل الغدا واللي ورانا والواجبات اللي علينا. فطبعا انا قلت ايه اعمل اكله كده سريعه وتبقى كلها في قالب واحد كده. مش عايزه اقف مواعين كتير ولا اي حاجه. وحلوه يعني هما بيحبوها. جربوها بجد بنفس الوصفه دي هتعجبكم ان شاء الله انا متاكده. هتجيبي بقى الفلفل كده الكميه زي ما قلت لك بقى ايه. يعني انا مش ما استخدمتش كتير. انا استخدمت كده ايه يعني طماطمتين وفلفلين فلفلتين تقطعيهم كده. خلاص انا قطعت هنا بصوا الفلفل.
وكمان كانت المكرونه خلاص اتسلقت زي ما قلت لك، ما تسلقيهاش قوي عشان ما تبقاش معجنه، انا عايزاها يبقى فيها زي مضغه كده او نضغه كده، يعني حاجه بسيطه. يعني زي ما قلت لك 7 8 دقايق بكتيرك قوي على على النار في السليق. يعني تاخدي واحده كده تدوقيها مثلا تحسي ان هي فيها نضغه خلاص. خدتها تحت الميه طبعا، صفيتها وشطفتها وحطيتها في مصفى كده تحتيها طبق، يعني عشان لو فيها اي ميه تصفى. وقطعت الطماطم والفلفل زي ما قلت لكم 2 و2 كده، حاجه بسيطه بس مع الصدوق تدي طعم حلو قوي للصدوق. تمام. رحت بقى هنا على النار خلاص، قطعت الخضار بتاعي كله، حطيت معلقه سمنه او زبده براحتك المتوفر عندك. حطي سمنه او زبده، حطيت معلقه صغيره لان كده كده الصدوق بيبقى فيه دهون فبينزل دهون كمان، ما حطيتش كتير يعني. هديله تشويحه كده الصدوق مع السمنه. وجبت الحله بتاعتي. بصوا في نفس الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه هي اللي انا هعمل فيها بقيت وصفتنا. زي ما قلت لكم انا مش عايزه اعمل مواعين كتير او حلل كتير او حاجات كتيره، مش عايزه اقف في المطبخ كتير يعني واغسل وحاجات. في نفس الحله صفيت منها المكرونه خلاص، ورحت جايبه هي حطيت معلقه زبده ومعلقه زيت. لو هتحطي زبده طبعا هتحطي معاها زيت، لو سمنه مش هتحطي. تمام. وهعمل صلصتنا. حطيت كده الزبده والزيت، وحطيت كده زي معلقتين 3 كده صلصه حلوه كده عشان تبقى يعني صلصه كتيره، المكرونه تبقى مليانه صلصه كده وتبقى حمرا حلوه. لو عايز تستخدمي طماطم دي صلصه جاهزه عندي. لو انت عايز تستخدمي طماطم عادي تضربيها في الخلاط وتسبكيها مفيش مشكله، حسب المتوفر عندك. تجيبي الطماطم عادي تغسليها وتحطيها في الخلاط مع ربع كوبايه ميه كده، حاجه بسيطه بحيث انت بس تحركي الخلاط وتضربيها وتحطيها نفس الطريقه اللي انا عملتها دي برضو السمنه، وتحطي السمنه او اي ماده دهنيه وتروحي منزله الصلصه بتاعتك تسبك وتمام كده خالص. تروحي مكمله بقيه وصفتك. تمام. انا هنا حطيت الصلصه خلاص وسبتها بقى عديها تسبيكه كده بسيطه. وحطيت معاها ميه بسيطه، حطيت كده ربع كوبايه ميه صغيره تسبك بقى كده تاخد بس غلوتين. وحطيت التوابل اللي هي فلفل وملح. ممكن تحطي مكعب مرقه لو عندك بيدي طعم حلو برضو. ممكن تحطي معلقه بابريكا كمان، معلقه شطه براحتك خالص. حطي التوابل اللي انت بتحبيها. اسيبها بس تاخد غلوه واروح حاطه عليها المكرونه كده خلاص هي جاهزه. هنا بقى هنرجع للصدق بتاعنا. الصدق كان خلاص اخد تشويحه بتاعته، شلته حطيته في طبق. تمام. وفي نفس الطاسه برضو حطيت الطماطم وحطيت الفلفل يتسبكوا كده، برضو الطماطم تتسبك كده تاخد لها برضو غلوه. تمام. وبعد كده رحت نازله بالصدق بقى بعد كده مع الطماطم والفلفل اهو زي ما انتوا كده شايفين. سهله خالص. بصوا ما استخدمناش مواعين خالص ولا اي حاجه، حاجه بسيطه خالص. تمام. هحط بقى التوابل طبعا مش هكتر لان الصدوق انا عارفه بيبقى من ضمن حباشه يعني متحبش وفيه بهارات، ما تزوديش قوي. انا حطيت معلقه فلفل اسمر. تمام. ومعلقه كده يعني شطه صغيره، وهتحطي معلقه ملح صغيره برضو التوابل بتاعتك حاجات بسيطه. وهتدوقي برضو كده بطرف المعلقه لو حسيتي او محتاجه يعني الاكله بتاعتك ملح او حاجه زودي طبعا. بس واديله تقليبه كده وادوق بقى. بعديها حسيت ان هو محتاج هزود واظبط الملح بتاعي والاكل بتاعي. مش محتاج خلاص هطفي عليه. يا دوبك انا خلاص يعني الصدوق كان استوى برضو والطماطم والفلفل كله متسبك وكله تمام. حطيت الملح برضو اهو، حطيت كل حاجه خلاص كده. اللي عايز يعرف وصفه جديده او اي حاجه يقول لي في الكومنتات وانا من عينيا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه واقوله لكم. هنا بصوا خلاص برضو حطيت المكرونه زي ما قلت لكم خلاص. انا كنت مجهزه يعني الصلصه لانها كانت جاهزه عندي اصلا. وظبطت بهاراتها وكله ورحت مجهزاها. تمام. جبت بقى القالب اللي انا هحط فيه المكرونه. جبت هنا بقى طبعا خلطه الصدوق بطماطم بالفلفل بكله خلاص. حطيته كده على المكرونه وهقلب كويس جدا. عايزه المكرونه تختلط كده بالصدوق كله كده مع بعضه، واروح حاطاه فين في القالب ده. ممكن تاكليها كده مفيش اي مشكله. خلاص كده هي جاهزه اصلا على الاكل. يعني كده وصفتنا النهارده دي. لو انت مستعجله، لو انت وراكي مشوار، لو انت متاخره، لو كان وراكي اي حاجه مستعجله، دي اكله برده سريعه جدا ما فيهاش اي حاجه. بصوا ما خدتش مننا اي وقت، في 10 دقايق ربع ساعه تكوني مجهزاها. تمام.
وتقدم لهم كده في اطباق. ممكن تعملي كمان جنبها بطاطس محمره، طبق سلطه، ممكن تعملي بطاطس، سلطه بطاطس كده مهروسه، مفيش اي مشكله، وياكلوها بالف هنا وشفا. بس انا حبيت ايه ازودها لهم كمان ايه فايده شويه، اعملها لهم كغريبه او حاجه جديده يعني. هعملها ايه، هعمل فيها احط فوق الوش يعني شويه بشاميل. جبت هنا اللبن المتوفر عندي، تمام. طبعا لسه ما ولعتش النار ولا حاجه، في نفس الحله برضه، بصوا في نفس الحله، مش عايزين نعمل حلل كتير. الجو بصوا ربنا يرحمنا برحمته بجد، الجو نار خالص صعب، فاحنا مش عايزين نقف كتير ونغسل مواعين كتير. في نفس الحله برضه لما خلصت منها المكرونه حطيتها طبعا في القلب ومستنيه احط عليها البشاميل. هنا كان عندي كيس بشاميل عادي جاهز واللبن، حطيت اللبن وحطيت عليه البشاميل وقلبته كويس قوي. بقلب بقى كده البشاميل كويس قوي مع اللبن زي ما قلت لكم. طبعا اللبن كان عندي يعني في التلاجة وكده، مش مغلي ولا حاجة، كل ده على البارد تمام. لسه ما طبعا ايه ما شغلتش النار. بقلب كويس قوي عشان اتاكد يعني ان البشاميل خلاص دم على اللبن، مفيش اي تكتلات، مفيش اي حاجه مكلكعه في البشاميل يعني، تمام. او ما احس بكده خلاص هتروحي بقى مولعه عليه النار كده، تمام. حسيتي بقى ان هو محتاج لبن شويه بتزودي براحتك بقى خالص، تمام. ده البشاميل اللي هو البكاوي اللي بيتباع عادي، بتجيبيه من اي سوبر ماركت. لو ما عندكيش وحابه تعملي المكرونه ببشاميل، هتجيبي معلقتين دقيق بنفس الخطوات كده برضو، بس مع سمنه الاول، وتحطي الدقيق، تحمري الدقيق كويس قوي. اول ما تحسي بريحته كده طلعت خلاص، تروحي نازله عليه باللبن وبالتوابل بتاعتك وتعملي نفس الحكايه، تمام. طبعا بتحسي بقى ان يعني اول ما تلاقي البشاميل اللي معاكي بدأ يتقل كده، بتدوقي طبعا ايه بطرف المعلقه. بتشوفي بقى لو محتاج معاكي مثلا معلقه ملح، معلقه فلفل. طبعا التوابل انا حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت مكعب مرقه، تمام. بتظبطي طبعا الملح بتاعك وكده. لو حسيتي بقى محتاج ملح، محتاج اي توابل، بتظبطي ايه طبعا ايه البشاميل من البهارات بتاعته او التوابل، تمام. اول ما تحسي ان هو بدا يتقل معاكي كده خلاص، هو ده انا بحبه كده ايه، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، تمام. لو حسيتي ان هو تقل معاكي كتير ممكن تزوديه لبن، تمام. يعني حاولي تخليه ايه نص نص كده، زي ما بصوا عاملاه كده ازاي. بصوا بقى الجمال. ايه رايكم بقى في البشاميل كده؟ يعني جوسي كده زي ما بيقولوا يعني، فاهميني. الطاجن بصوا طلع حلو قوي. طاجن المكرونه كان تحفه بجد، عجبهم. طبعا هو كده جاهز خلاص. حطيت بقى البشاميل على المكرونه كده خلاص. زي ما قلت لكم مش ما تقلتش البشاميل قوي، عايزاه كده يبقى ايه خفيف شويه. حطيته على المكرونه، هدخلها بقى كده خلاص، هي جاهزه تخش الفرن. وبعد مثلا ما تبتدي يعني بعد 5 دقايق 10 دقايق هروح مطلعه. ممكن احط فوق الوش لو عندك اي جبنه، موتزاريلا، شيدر، اي حاجه. ما عندكيش مفيش مشكله، استكفي بالبشاميل كده. وده كان شكلها خلاص النهائي بعد ما خرجتها خلاص من الفرن. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله، طعمها تحفه قوي قوي قوي، جميله، عجبت الولاد. بصوا الجمال، سخنه بقى ايه مولعه لسه مطلعاه. بصوا الجمال بقى، ولا طعمها ما اقولكوش تغيير برضو. عجبتهم جدا. عايزه اقول لكم كل ما اقول لهم اعملي مكرونه يقولوا اعمليها بالصدق زي ما عملتيها، وحطي عليها بشاميل كده ودخليها الفرن في الفرن. كل ما اقول لهم يقولوا لي في الفرن في الفرن. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. استنوني الفيديو